عمرك شفت مقلب زباله نضيف؟ صباح الخير. النهارده بقى الجرس رن عشان كنت طالب حاجة وجت نزلت اجيبها، فقلت هاخد معايا الزبالة ولا نازل. فتعالوا بقى اوريكم الزبالة هنا نظامها ماشي ازاي. قبل اي حاجة خليني اقولك ان هنا النظام مختلف تماما عن اي نظام ممكن تكون شفته في حياتك، وهو بقى النظام ان انت ما ينفعش ترمي الزبالة في اي كيس وخلاص، لازم كيس معين. الكيس المعين بقى ده يا سيدي تابع لشركة هي المسؤولة عن لم اكياس الزبالة من المدينة، زي شركات المحمول كده. لما بتيجي تشحن كارت انت بتدفع الاول وبعد كده بتستهلك الكارت. نفس الفكرة تماما، انت بتروح تشتري لفة الكيس دي مثلا سعرها 17 فرنك، في لفة كيس تانية سعرها 25 فرنك، على حسب حجم الكياس وعلى حسب عدد اللترات اللي ممكن تتحط جوه الكياس. لو هتروح تشتري اكياس بلاستيك طبعا مستحيل توصل للرقم ده، ولكن هم بياخدوا منك قيمة العمل بتاعهم. لما بتيجي العربية عشان تلم الكياس لو لقت كيس مش تبعهم ما بتشيلش الكيس، بتسيبه مكانه، الا اذا لو انت عندك كونتينر بوكس كده. لو انت عندك بوكس برايفت بتحط فيه، او بيجي ياخدوه منك مره في الاسبوع وبيحاسبوك عليه. طبعا ده لو انت مطعم او عندك بيت كبير لوحدك يعني. طبعا عندنا كمان حاجات بتترمي ببلاش زي الكرتون، الحديد، الالكترونيات، اللمبات القديمه، الاجهزه الكهربائيه كلها تترمي مجانا، ما بتدفعش عليها فلوس. ولكن وانت بتشتري الحاجات دي بتبقى دافع ثمن الريسايكل بتاعها. بمعنى لو انت رحت اشتريت لابتوب، داخل البرايس بتاع اللابتوب ده في فلوس مدفوعة للريسايكل. معلومة ممكن تكون جديدة عليك، احب اقولها لك. فايه رأيكم دلوقتي اخدكم وانزل ارمي اي حاجة عندي، مثلا اوريكم المكان الكبير، المقلب الكبير اللي بيترمي فيه كل الزبالة بتاعة المدينة اللي انا فيها. كل مدينة وليها لون كيس معين، كل مدينة او كل قرية وليها رولز غير القرية اللي جنبها، حاجة كده بجد يعني. بس كل حاجة متهندلة كويس جدا. المهم بقى يا جماعه ايه، لميت كده شويه حاجات معايا من البيت هروح ارميها عشان بس ما ندخلش المكان هناك وايدينا فاضيه يعني. احنا ايه برضه يعني نخلي عندنا دم يعني. هروح اوريكم قد ايه المكان كبير، قد ايه المكان نضيف. عمرك شفت مقلب زباله نضيف؟ خدت معايا حديد، ازايز بلاستيك، ملابس اللي انا مش محتاجها تاني خلاص، ده كله بيترمي ببلاش. حابب اوريكم المكان هناك قد ايه كبير وقد ايه جميل. النظام بقى، النظام ماشي ازاي. ودي عربيه الزباله اهي، عربيه تانية هناك اهي. احنا هنا بقى وصلنا يا جماعه عند مقلب الزباله. تعالوا بقى اوريكم بقى ايه اللي هيتم دلوقتي. احنا دلوقتي دخلنا جوه المكان، بناخد تيكت من هنا. التيكت ده بقى لو انت معاه زباله هيدفع عليها فلوس، بتقدر تعمل سكان للكود دون وهو بيقول لك هتدفع كام. يعني انت لما تروح ترمي الزباله، العامل اللي واقف بياخد منك التيكت اللي انت دخلت بيه عشان يقدر يحاسبك وانت خارج على الماشين اللي هوريها لكم دلوقتي. بصوا قد ايه المكان كبير. هنا هنرمي الملابس اللي احنا مش محتاجينها، هنا هنرمي الازاز. موضوع جميل صراحه ان انت هتعمل كل حاجه مع نفسك، دي حاجه جميله جدا. هنبدا بالملابس اللي احنا مش محتاجينها. لازم تحطها في كيس طبعا. تمام. بتنزل دي كده، تحط الملابس اللي انت عايزها وترفع تاني فبتسقط تحت جوه. خلاص كده احنا خلصنا من الملابس. نخش على البلاستيك وناخد معانا الحديد. حاجات كتير جدا ما بتدفعش عليها فلوس، اللمبات وكل حاجه، يعني كل حاجه ما بتدفعش عليها فلوس. تلاقي بقى هنا حاجات غريبه يعني. هنا البلاستيك، حديد، ميتال، ميتال. هي اوني صاج ده. Ja, bitte, ja. تجربه جميله جدا. تعالوا بقى نرمي البلاستيك. الازاز بقى، ما اصلنا معانا 4 ازازات هنرميهم كده نبقى خلصنا المكان الجميل ده. بصوا بقى هنا في حاجه، ده لو انت معاك الالومنيوم اللي هو الكنزات يعني. الازاز اللي لونه اخضر اللي هو زي ازاز زيت الزيتون والكلام ده. هنا الازايز اللي لونها بني، وهنا اللي لونها ابيض. احنا محتاجين اللي لونها ابيض عشان انا الازايز اللي معايا لونها ابيض. ركز على الالوان يا جماعه عشان ايه، مش عايزين مشاكل. تحط الازازه هنا وخلاص. دي ازايز الصلصه الجميله يا جماعه بتاعتي الجميله.
بجيبها من ايطاليا الجميله دي. انا برطمان صغنطه يا جماعه بتاع العسل الجميل اهو سنان. قد ايه المكان كبير يا جماعه. طبعا لو هترمي زيت، ترمي اي حاجه، ميتال، بابير، كتب، فوم، اي حاجه، المهم ان انت في الاخر هتيجي وتعمل سكان الباركود اللي انت دخلت بيه. فهو بيقول لك ان انت مش هتدفع حاجه خالص لان انت اصلا ما رميتش حاجه بفلوس. انما لو هترمي حاجه بفلوس، لو انا معايا مثلا كيس هرميه بيتوزن هنا، وبعد ما بيتوزن هنا بياخد مني الكارت ده وبيضيف لي عليه القيمه اللي المفروض ادفعها على حسب الوزن بتاع الزباله اللي انا رميتها. سيستم جميل جدا. وقد ايه شفتوا المكان هادي وراسي. وطبعا يوم السبت بيبقى زحمه اكتر، احيانا بيفتح يوم الاحد ساعتين بالنهار. حاجه جميله جدا، اتمنى ان احنا نشوفها في دول عربيه جميعا يعني، اتمنى يعني. تعالوا معايا بقى يا جماعه نروح نصلي الجمعه، وبعد كده نرجع نكمل الموضوع بتاعنا عشان خطبه بس ما تفوتناش، وبعدين نكمل بقى الفيديو بتاعنا الجميل يا جماعه بتاع انظف مقلب زباله في العالم. يا جماعه وصلنا يا جماعه عند المسجد، مسجد نور الهدى. الله أكبر الله أكبر. 5 صلوات في اليوم والليلة إذا جمعت وقتهن كلهن، أي الفروض كلها، ماذا تأخذ منك من وقت؟ الحمد لله يا جماعه صلينا الجمعه. وطبعا دي بقى ايه يعني، بتبقى حاجه حلوه لان دايما مش الوقت ما بيبقاش معانا ان انا اقدر اجي اصلي الجمعه. عندك شغل مثلا مع صاحب الشغل مش هيمشيك ان انت تطلع تصلي الجمعه براحتك يعني. وميزه المساجد هنا ان بيبقى فيه مطعم ويبقى فيه كافيه وفيه كل حاجه جوه المسجد. فانا اشتريت فراخ تيك اواي اخدها معايا اكلها في البيت، وانا خارج من الصلاه قابلت كريم صاحبي وهو دخل هو كمان يجيب اكل صدفه. بعد ما كنت واخد الاكل تيك اواي، قريب بقى قال لي تعالى نخش ناكل جوه ايه احسن. ناكل بقى في المسجد. ده الكافيه بتاع المسجد، المطعم صغير كده يعني. تحت كل بيت هتلاقي المنظر ده. مسموح بس ان انت ترمي الكياس اللي هي تبع الشركه، ما ترميش اي كيس. فبصراحه نظام هايل بصراحه يعني، حتى النظام متكامل يعني. كل حاجه انت هتدور عليها هتلاقي معمول لها سيستم. السيستم بتاعها مظبوط جدا يعني. حتى لو انت مثلا عندك مرتبه عايز ترميها ومش هتقدر توديها للمكان اللي انا رحت له ده، فانت ممكن تحطها تحت البيت عندك وبتشتري لزقه، واللزقه دي طبعا بفلوس، بتدفع ثمنها وبيجي ياخدوها من تحت البيت. الكونتينر اللي قلت لكم عليه ان ده ممكن تحط فيه اي كيس، بس هم بيحاسبوا بالكونتينر يعني. هم مالهمش دعوه الكونتينر جواه ايه، انت بتحط فيه كل حاجه وهم بيجوا ياخدوا الكونتينر زي ما هو. على عكس ده ما ينفعش تحط فيه غير اللي هو الازرق اللي انا وريته لكم اللي هو تابع للشركه. ايه رايكم في نظام النظافه هنا؟